حتى بص الحركة دي بص اللقطة دي. تغليف الرام زي المعتاد من اكس بي جي عبارة عن علبة كرتون خارجية باللون الاورنج المحمر ده اللي هو المميز بتاع اكس بي جي، عليها صورة ملونة للرامات واسم الموديل، وفي الظهر عندنا بعض المعلومات بأكتر من لغة. والرام من جوه متأمنة جوه علبة بلاستيك شفافة، هي التغليف التقليدي خالص بتاع اغلب الرامات. الكت اللي معانا موديل اكس بي جي لانسر 32 جيجا، عبارة عن قطعتين كل واحدة 16. التردد او سرعة الرام 7200 ميجا هرتز مع بيز كلوك 4800 ميجا هرتز. معدلات التأخير معانا CL 34، ودي معدلات تأخير مميزة جدا على فكرة مقابل التردد العالي ده، فهي حلوة قوي. التشيب الخاص بالرام من نوع هاينكس، ودي من الافضل في نقطة الاداء وكسر السرعة. معانا دعم اوفر كلوك الانتل من خلال اكس ام بي 3، وكذلك دعم لكل معالجات اي ام دي الجديده اي ام 5 من خلال اي ام دي اكسبو. معانا خاصيه تصليح الاخطاء اون داي اي سي سي، ودي بتدعم الاداء بشكل كبير. الرام بيجي عليها هيت سينك حجمه كبير ولونه اسود بالكامل، ده السيم المميز لفئه الاكس بي جي لانسر، عليه اسم الموديل من الجنب وكيرف اضاءه كده حلوه قوي في النص. الإضاءة معانا RGB، تقدر تتحكم فيها من خلال السوفت وير وتعمل سينك مع باقي القطع، هتلاقيها مدعومة على جميع برامج التحكم للمذر بورد المختلفة. معانا ضمان مدى الحياة على الرام، ودي معناها الثقة وجودة متناهية يا صديقي. سعر الكت $150 تقريبا، يعني ما يعادل 7700 جنيه مصري، ومتوقع تغير في الأسعار حسب ظروف العملة في كل بلد. جهاز التجربة بتاعنا بالمواصفات الظاهرة على الشاشة. التجربة كانت في حرارة الغرفة العادية بدون أي تكييف. من شاشة البايوس فعلنا وضع الكسر الأعلى XMP1، وصلنا ل 7200 ميجا هرتز بمعدلات تأخير CL 34. استهلاك الكهرباء 1.40 فولت، وكل حاجة اتظبطت اوتوماتيك، ما تدخلناش في أي اوبشن. عملنا أكتر من اختبار ببرامج الضغط عشان نشوف مع أعلى تردد الدنيا هتوصل لفين. الحرارة وصلت 50 مع أعلى ضغط، وفي الوضع العادي كانت 40 درجة، وده معدل كويس جدا، يعني الهيت سينك عامل اللي عليه وزيادة. عشان نشوف مدى توافق الرام واستقرار أدائها والتجربة تكون كاملة، جربنا مجموعة من الجيمز الحديثة والبرامج والإنكودينج وكل الحاجات دي، والأداء كان ممتاز، مفيش أي مشكلة. كالعادة بنجرب معاكم كسر السرعة. وصلنا مع الرامات 7800 ميجا هرتز مع CL 38، واستهلاك كهرباء 1.45. بس كالعادة مش بننصحكم بأي كسر سرعة للرام، هي أصلا عالية وزيادة، يعني 7200 بيز، انت هتعوز أكتر من كده. الكسر ده احنا كمراجعين بنعمله لاختبار قوة الرامات وباقي القطع والضغط عليها بأكبر شكل، لزوم الريفيو يعني، لكن مش للاستخدام الطبيعي خالص. أداء الرام ممتاز ومستقر، مفيش أي مشاكل من ناحية الدعم أو التوافق. شكلها حلو جدا ومن أفضل الأشكال كإضاءة أو تصميم في جيل DDR5 كله. متوفر منها مساحات لغاية 32 جيجا للقطعة الواحدة، وترددات بتوصل ل 8000 ميجا هرتز من نفس الموديل اكس بي جي لانسر، يعني تقريبا هتلاقي اوبشنز تناسب كل الاحتياجات. اكس بي جي لانسر اداء واستقرار وتبريد مميز وقابليه لكسر السرعه، بالاضافه لشكل جمالي حلو قوي. ارشحها لك جدا لو بتدور على رام من نوع DDR5.